الله 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 الله، ايه الحلاوة دي، ايه الطعامة دي، ايه الجمال ده. لسه نازل من على النار، لسه نازل من على النار حالا. مش قادرة اصبر، طعمه حكاية، طعمه وهم. عايزة اقول لكم امي الله يرحمها هي اللي كانت بتعمله لنا. الف رحمة ونور تنزل عليك يا امي. عملته وطلع تحفة تحفة تحفة. فقلت لازم متابعيني يشوفوه معايا ويشوفوا جماله. ايه رأيكم تيجي تشوفوا مع ماجي؟ يلا نشوف الطريقة، يلا بينا. اول حاجة يا قلبي بقى هنجيب حلة نحط فيها مية. طبعا انت فاكرة القشر بتاع الجمبري اللي احنا شلناه على جنب، قلتلك ما ترموهوش هنستخدمه. تمام. انا المية هنا دي دلوقتي هسلق فيها قشر الجمبري. هحط لها طماطم وبصل، وهحط لها كمان نص معلقة صغيرة كمون، على نص معلقة شطة، وهخليهم يا حبيبتي ياخدوا غلوة. ده بعد ما اخد غلوة هنزل بقى يا حبيبتي بقشر الجمبري. انا طبعا مطلعاه من الفريزر، هيفك دلوقتي. وهحط له كمان حبة ملح. انا عايزة الشوربة بتاعت قشر الجمبري ده عشان ده اللي هعمل بيه الكشك. حلة بقى يا قلبي هنزل بحبة زيت، وهكون مقطعة بصلة كبيرة او بصلتين. البصلة حبايبي هحمرها كده بقى يا حبايبي. البصلة خلاص اتحمرت، هاخد منها جزء. انا مفرزه طماطم في الفريزر، هنزل عليها وهخليها حبايبي تتسبك. هنا بقى حبايبي هكون محضره زبديه هنزل بيها. تمام. وهكون محضره زي راس توم صغيره كده، ومعايا كمون، ومعايا كزبره ناشفه، ومعايا شطه، ومعايا حبه ملح صغيرين عشان حاطه ملح في البصله وفي الشوربه. تمام. هبتدي بقى اضربهم كويس مع بعض. التسبيكه خلاص اتسبكت. تمام. هكون طبعا حضرت الزبادي اللي انا دربتها كويس جدا، هنزل عليها بيه. وهقلبها واخليها تاخد يا حبايبي غلوه كده. زي ما انتوا شايفين كده اخد غلوه مع الصلصه. طبعا هكون محضره الشوربه بتاعت الجمبري اللي انا القشر بتاع الجمبري اللي انا سلقته، هنزل بيه. هسيب حبه عشان ادوب فيها الدقيق، اخليها تغلي بقى حبايبي. حضرت 3 معالق من الدقيق، وعايزه اقول لكم يعني ممكن نحتاج زياده او اقل. انا هدوبهم هنا الدقيق بحبه شوربه من الشوربه بتاعه الجمبري اهو يا حبيبتي كده. حلو جدا، دوبته خالص على قد ما تقدري تدوبيه خالص. هو كده غلى خلاص. هجيب بقى الجمبري اهو اللي انا كنت مفرزاه معاكم، هنزل وهديله تقليبتين. وكمان هكون محضره حبه نعناع ناشف فرقاهم كده، هنزل برش عليه. هسيبه بقى يستوي. لو حابه انتي ممكن تحطي لها حته فلفل احمر، انا بحبها متحرشه، هنزل بحته فلفل احمر صغيره حسب راحتك يعني. خلاص كده يا حبيبتي هبتدي انزل بالدقيق اللي انا دوبته في الشرب واحده واحده لغايه ما اشوف تقله، لغايه ما يلف معاكي كده تعرفي ان خلاص
انا هحط بقية الكوباية، هو لسه كان محتاج زي معلقة كده، هيتقل كمان لسه كده، كفاية عليه. هطفي بقى عليه يا قلبي واغرفه في اطباق. تعالوا بقى لما نحمره حبة نعناع، لان في ناس بيحبوا يحطوا على الوش نعناع وفي ناس يحبوا يحطوا بصل. خلاص يا حبايبي كده كفايه، هنطفي عليه بقى. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي الكشك خلص، وعايزه اقول لكم طالع عسل عسل عسل. ادي الجزء اللي هو محطوط عليه النعناع، وكمان الجزء التاني محطوط عليه بصل. ده للي بيحب بقى ياكل ببصل، اللي بيحب ياكله بالنعناع، كل واحد وحسب رغبته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.